جديد هيخصص بالكامل لمدارس التربيه الاسلاميه ل 24 ساعه، وتمارس جمعيه شباب المسلمين انشطتها بالكامل في الملعب بتاع الاحمديه الثانويه اللي مساحته 3 أو 4 اضعاف ملعب شباب المسلمين الحالي. طب يا دكتور المدخل برضه نقطه عشان خاطر في مدخل، عارف في مداخل في المظاهره ان الطلبه هيروحوا الصغيرين مع الكبار وفي ناس ضربوا بعض في المدارس. طب الفصل هتعمل ايه؟ يعني عشان بس نكون واقعيين، المشاكل في المدارس الثانوي ليست مشكله الاحمديه فقط، وليست مشكله طنطا الثانويه الاحمديه فقط، ولا مشكله الغربيه فقط. المشكله مشكله على مستوى مصر، مش الاحمديه بعينها، عشان ما نخصصش مكان ونعمل فيه اشاعات غير مظبوطه. الله يسهل لهم زي ما يكون شغلهم مع بعض. احنا تربيه اسلاميه ابتدائي وحضانه مدخل خاص من ناحيه مركز طنطا، مدخل الاحمديه الثانويه في اقصى المسافه جنب الاداب، مدخل بعيد عننا تماما. سور بيننا وبينهم كبير جدا. مفيش صوره يا دكتور؟ لا في صوره هنعمله بين يقسم واتفقنا على الصور. ومكان الصور كله والمهندس علاء بتاع الابناء التعليميه جه معانا وشاف واتفقنا على هذا الكلام. لو في موافقه هيتعمل صور، هتبقى مدرسه مستقله تماما باسم التربيه الاسلاميه وليس اسم الاحمديه لحين الانتهاء من تسليم الموقع الجديد في السبربيه. طب ما عندك، طب ما تاخدوش ليه مكان كليه الاداب وهو فاضي؟ كليه الاداب يا باشا دي اللي واخداها جامعه طنطا، وجامعه طنطا فاضي. ده فاضي. لا 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 لا، انا في الجامعه حطت كذا اداره في المكان ده، وجامعه طنطا محتاجاها. ثم ان جامعه طنطا ده وضع قد جامعه طنطا مش وضع وزاره التربيه والتعليم، ولا تملك الا عن طريق الجامعه، وجامعه مش عارفين لان فيها ادارات. حسب سؤال حضرتك دلوقتي بالنسبه بعد ده كله وجات الجمعيه العموميه الغير عاديه ورفضت المشروع ده ولا حاجه خلاص. هل المحافظ بقى هيكمل المشروع؟ لا بص يا بيه، زي ما لم تجد هناك اشارات بالتلميح او بالغمزه او باللمزه كما يقولون انه العمليه هتتاخد بالاجبار ابدا. العمليه النهارده انا كرئيس مجلس اداره بقولها بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الوضوح، لان دي امانه امام الله. الموضوع النهارده اصبحت المصلحه مصلحه الشبان المسلمين. عشان تكون في الصوره انا بتكلم كلام واضح وامام الجميع. الشبان المسلمين النهارده عايزين غرفه للمدرسين والمدرسات، ما عندناش، بيقعدوا في الشارع في الشتاء. عايزين غرفه للتربيه الرياضيه، ما عندناش تحت السلم حتى. عايزين غرف للمجالات، ما عندناش. عايزين متر نعمل في اي حاجه، ما عندناش. عملنا الدور الثالث فوق المبنى الشرقي اللي هو في فصول 5 و6 بالحديد عشان نغطيه بالبلاستيك الاخضر. جت هيئه الابناء التعليميه قالت ما نقدرش نشيل اي حاجه ولا نطلع طالب في الدور الثالث لان المبنى بدور اساسات. احنا لو قعدنا مليون سنه في الشبان المسلمين لن يحدث تقدم قيد امنا. انما احنا بنطلع بنعمل فصول بدل ال 24 فصل بنعمل 55 فصل، بدل القاعات بنعمل قاعات، في توسعات المناسبات بنعملها كبيره. خد بحضرتك، وكل ده هيعمل دخل. الخطه المستقبليه ان احنا بنعمل مكان لحمام سباحه 12 في 25. هذا الحمام اذا ربنا وفقنا والجمعيه وافقت وبدانا نعمله، هذا الحمام هيدخل دخل في فتره الصيف لا يقل عن مليون جنيه. المدرسه هتدخل، الحمام هيدخل، مشغل هيدخل، دار المسابقات هتدخل، جميع انشطه الجمعيه هتشتغل. احنا كمجلس اداره حريصين على الجمعيه بفروعها. المدرسه هي المكان الوحيد النهارده اللي بتجيب دخل. يبقى ايه المانع ان احنا نطمع على مستوى المقترح وليس على مستوى الموافقه كمجلس اداره ان احنا نحقق مكاسب في اكتر من فرع من فروع الجمعيه. طب يا دكتور هو هياخد قد ايه؟ المكان هيتبني في قد ايه؟ بص يا باشا، المكان قالوا هيتبني في سنه، فاحنا قلنا الاتي ان المكان هيتبني في سنه، في 2، في 3. احنا هنستلم المكان، بس سنظل في الاحمديه الثانويه اذا حصل فيه موافقه. هنظل في الاحمديه الثانويه ودي جنب المدرسه بامطار، فصول انظف وفصول اوسع وصحيا احسن، والوسائل التعليميه هناك احسن. بس مش فاضيه. لا، ما احنا هناخدها بالكامل. ليه؟ طب هم يروحوا فين الاحمديه؟ الاحمديه هم هناك ما عندهمش. لا، من انا بكلمك في حاجه ايه؟ بكلمك ايه؟ ان انا قريب من المكان. كويس. المكان ايه؟ ده في معامل، كذا معمل، في حوض انشطه، في مخازن تحت، كل ده هيتنقل في الجزء الثاني. ما هو التاني مش مكفي، ده هي المدرسه فترتين ومش مستحمله. هتستحمل ازاي؟ بس عايزين بس 44 فصل هيبقوا ازاي وعلى فترتين؟ بص، هذا الكلام انا مش عايز اخش في تفاصيل. ليه؟
لانه هذا الكلام اللي صرح به سيد وكيل الوزاره خبراتك وبيعمل مذكره عرض على السيد المحافظ، واي استفسار انتوا عايزين تستفسروا سيد وكيل الوزاره فاتح بيها الراس موجود يقول لكم هو عايز على مكان. طيب انا هديك فكره، هديك راي، طب راي جميل، هديك راي كويس. طب راي يا دكتور، في مدرسه العجيز المشتركه اللي هي بنات ثانويه بنات كويس، وهي عاد فصولها بسيط، لو الطلبه دي راحوا العجيزي لا طنطا، ده في الحكمه اللي في الحكمه لو الطلبه بتوع الحكمه دول راحوا طنطا الثانويه بنات جميل ماشي. وفرغوا لك مدرسه المشترك، مدرسه كامله العجيزي اللي في اول الحكمه كويس. بص ده مقترح. اولياء الامور اللي عندنا والتظاهر اللي كانوا عاملينه اول امبارح مش عايزين يروحوا الاحمديه، مستبعدينها، هتوديهم امتحانات شهر الحكمه؟ مش ممكن. وبعدين انا بص انا ليا مقترحات تاخدها مسؤولين باخدها، هم ايه الاستراتيجيه بتاعتهم هم يسالوا عنها، لكن انا بتكلم مع مسؤولين ان انا هنفضي لك كمقترح على الاحمديه الثانويه بالكامل ل 24 ساعه هتاخد مفاتيحها وتعلق افطر شباب المسلمين. هيكيفوا حالهم ازاي؟ ده موضوعهم مش موضوع انا. خد حضرتك هذا الكلام. الاحمديه الثانويه هذا الاتفاق عرض، ال 4034 والتخصيص عرض، الترخيص الابتدائي والاعدادي والثانوي واللغات عرض، وتم يعني معرفه الخطوط اللي ممكن تحقق لنا الكلام ده ايه. خد حضرتك المقترح لم يجتمع حتى تاريخه بسبب من هيتحمل التمويل، لان 57 عرضه 2 مليون جنيه اصبح المبالغ هتتكلف اكتر من كده بكتير. فمعمول دراسه جدوى النهارده. عرضه لمين؟ نعم يا فندم؟ عرضه لمين 2 مليون؟ 57 مساهمه في الانشاء. انا هدفع في هذا المكان بعد ما تبقى هدفع 2 مليون. صلاح المساحه بالظبط كده. فطبعا المبالغ اللي هتتبني في المساحه اللي احنا قلناها دي كلها مبالغ قد تفوق ال 10 مليون جنيه. فالنهارده وانا قلت لهم، وهذا الكلام من واقع دفاتر الحسابات كجمعيه شباب المسلمين، انا ما عنديش فلوس ادفعها، لدرجه ان قلت للسيد السكرتير العام في وجود السيد وكلاء وزاره التضامن الاجتماعي والتربيه والتعليم والكلام ده ورئيس المدينه ورئيس حياه، قلت لهم انا ما عنديش فلوس ادفعها للمهندس الاستشاري اللي هيعمل التصميم الانشائي بتاع المشروع، وكان موجود الدكتور اسامه بيه عمر موجود معايا. قلت لهم انا هستلم تسليم مفتاح. خد حضرتك لما فالنهارده المشروع مع الدكتور اسامه عمر بيدرسوا، هيطلع التكلفه الفعليه، هيعرض على المسؤولين، هيشوفوا هيغطوا التكلفه ولا ما يغطوهاش. اذا لانه ما هيغطوا التكلفه وحققوا لنا المطالب بتاعتنا دي كلها، خد حضرتك هيعرض هذا الموضوع بقى المقترح النهائي بالكامل على جمعيه عموميه غير عاديه. واولياء الامور موجوده في الجمعيه؟ نعم. واولياء الامور في الجمعيه العموميه ديت ولا؟ ولي الامور في عدد كبير جدا من اولياء الامور في الجمعيه العموميه غير عاديه. يعني مش هيدعوا اعضاء الجمعيه العموميه بس؟ لا بس الجمعيه العموميه بس هي ساعه عقد الناس فهمت ان هيبقوا يجيبوا ايه اولياء الامور. اولياء الامور دي ممثلين في الجمعيه العموميه. ايوه اللي هم جمعيه عموميه. اذا ما كانوش هم بانفسهم، اخواتهم، قرايبهم، اصحابهم، قرايبهم، خد حضرتك ينقلوا الصوره. هيعرض هذا الامر بعد ما تكتمل المقترحات مش القرارات. المقترحات تكتمل، هتعرض على الجمعيه العموميه غير العاديه. الجمعيه العموميه غير العاديه رغم ان احنا بذلنا مجهود كبير جدا عشان نحصل على هذه المقترحات، لكن الجمعيه العموميه اذا قالت لا، احنا اللي تعبنا في ان احنا نحصل على هذه المقترحات، احنا اللي هنقف وهننفذ راي الجمعيه العموميه وهنقول لا، واحنا مكاننا محدش طلعنا. لما بيسالوني في التظاهر اللي كانوا عاملينه ده اللي هو يعني مجرد على شائعات، مبني على شائعات، احنا هننقل امتى؟ قلت له انا لا اسالكم احنا هننقل امتى، لان انتوا اصحاب القرار كجمعيه عموميه غير عاديه، في انكم تقولوا هننقل ولا لا، وهننقل امتى، مش انا اللي هقول. سليم يا دكتور. فانا بس يعني عايز اقول انه الشائعات مالهاش لازمه. الشبان المسلمين النهارده بتسعى لان دي مصلحه هذا المكان، واحنا امانتنا كاعضاء مجلس اداره وكرئيس مجلس اداره ان احنا نحقق مصالح هذه الجمعيه. التفاوض مشروع يعني. اي بريقه امل في مصلحه هذا المكان لابد نسعى لها، ولكن الواجب علينا ان احنا نبلور هذه النقاط للعرض على صاحبه القرار وهي الجمعيه العموميه غير العاديه. شكرا يا دكتور على هذا التوضيح. شكرا.